ده غير ان في سبب تاني يخلي في تيست اسرع بكتير من كارما، وهو طريقه شغل في تيست. في تيست بتعمل ايه؟ في تيست بتعمل رن للاختبارات داخل النود جي اس، يعني مش داخل متصفح حقيقي، وده هيخليه اسرع شويه. طب هتقولي ازاي داخل نود جي اس؟ وهنود جي اس ما فيهاش مثلا البراوزرز اي بي اي زي الويندو، زي دوكيمنت، زي لوكال ستورج، مش موجوده في النود جي اس. اوكي، فعشان كده هو بيستعمل مكتبه ثانيه هي دوم ايميوليشن ليبراري، او مكتبه لمحاكاه البراوزر اي بي ايز داخل النود جي اس. في عندك مكتبتين، في واحده اسمها جي اس دوم، ودي اللي هي الانجولار ال اللي هي الديفولت بتاعتنا، لكن تقدر تستخدم مكتبه ثانيه اسمها هابي دوم، ودي اسرع بكتير من جي اس دوم. وبالتالي لما نستخدم في تيست هنحتاج ان احنا نستخدم يا جي اس دوم يا اما هابي دوم. طيب ممكن هنا واحد يجي يقول لي بس معلش احنا كده لما هنيجي نشغل الاختبارات في النود جي اس مش متصفح حقيقي مش هتبقى حلوه برضه، احنا عايزين نشغل الاختبارات في بيئه حقيقيه، انفايرمنت حقيقي. اوكي عندك حق، هتقولي احنا كده فقدنا الميزه دي في كارما. لا، ما فقدناش ولا حاجه، ما تقلقش، الفي تيست حلها لك، عنده اوبشن انك انت تشغل الاختبارات في متصفح، وهتشوف الكلام ده في خلال الفيديو. طيب واحد تاني يجي يقول لي بس احنا برضه لو شغلناها في المتصفح هنرجع تاني لمشكله البطء، كارما بطيئه لما بتشغلها في المتصفح. اقول لك لا، هفكرك تاني ان البطء مش في المتصفح، البطء في انك انت بتستخدم بيلدر بطيء او لا، او طريقه الشغل. طيب احنا كده خلاص عرفنا القصه بتاع كارما وجاسمين ومين هو في تيست، وعرفنا ليه في تيست اسرع من كارما وجاسمين، وده مهم جدا. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف نستخدم في تيست ازاي. طبعا انا يهمني دلوقتي ان انا اعلمك ازاي تحول من كارما لفي تيست، مش انك تعمل مشروع جديد بانجلر 21. ده طبيعي انك انت لو عملت مشروع جديد بانجلر 21 هتلاقي في تيست موجود. لكن انا عايزك لما يبقى عندك مشروع 20 مثلا، انجلر 20، وحاول عايز عملته تحديث لانجلر 21، هتحول ازاي من كارما لفي تيست، لان التحويل مش بيحصل تلقائيا.